قبل ما نبدأ ندخل لبرنامج الأنسز ونتعامل مع كل تول بشكل مفصل ونبدأ نشتغل مشاريع، لابد يكون عندنا خلفية عن أهم المعلومات الهندسية اللي هنحتاجها خلال رحلتنا في الكورس. وده موضوع الجزء الأول من الكورس، وده من أهم الأجزاء، لأن إذا احنا قدرنا نتقن الجزء ده هيكون من السهل معانا إن احنا نتعامل مع برنامج الأنسز. أول حاجة هنتكلم عنها الاستريس أناليسيز، وده من اسمها ستريس يعني إجهاد، وأناليسيز يعني تحليل الإجهاد. يبقى أنا بكل بساطة عندي أي عنصر ميكانيكي، وليكن مثلا شافت راكب على موتور وراكب عليه مجموعة من التروس. الشافت ده أنا محتاج أعرف هيشتغل قوة وإجهاد لغاية فين، أقدر أزود لحد فين. والله أنا عندي التروس والأحمال اللي عندي بمقدار معين، محتاج أعرف إيه هو أنسب قطر يتحمل الأحمال اللي عندي دي. فأول خطوة إن أنا أعمل ستريس أناليسيز، أحلل الإجهادات اللي عندي، أعرف القوة اللي موجودة عندي، أعرف الإجهادات اللي موجودة عندي، أعرف الديفليكشن أو التمدد اللي هيحصل عندي. بناء على كل دول أقدر أخد ديسيشن على الأبعاد اللي موجودة عندي، على الدايمنشن. وطالما قلنا دايمنشن يبقى أنا دخلت في الجزء الخاص بالتصميم. إذا نفهم دلوقتي إن الستريس أناليسيز هي الخطوة الأولى قبل عملية التصميم. يعني أنا عشان أوصل لمرحلة الديزاين لابد أمشي من مجموعة من الخطوات. أول خطوة دي منهم إن أنا أعمل ستريس أناليسيز. لما نعمل ستريس أناليسيز أو تحليل للإجهاد، هتجيب الجنرال دايمنشنز اللي أنت محتاجها، بحيث تبقى أنت في المقام الأول ضمنت إن الشافت اللي عندك أو الميكانيكال إليمنت أو الميكانيكال كومبوننت اللي موجود عندك مش هيحصل له فيلير، وهيأدي وظيفته كما ينبغي. والله الإليمنت اللي عندك ده نجح في الاختبار بتاع تحليل الإجهادات وفعلا هيتحمل اللود اللي عندك. ابدأ بعد خش بقى خش في ابدأ بعد كده خش في الديزاين كونسيدريشنز المختلفة الخاصة بالفيلد اللي انت شغال فيه. ممكن نقسم رحلتنا في الكورس أو رحلتنا عشان نبقى فاينيت إيليمنت سولفر بشكل بروفيشنال ل3 ستيبس رئيسية. أول خطوة إن إحنا نعرف أهم المعلومات الخاصة بالستريس أناليسيز وبالبروبرتيز أوف ماتيريال أو بالميكانيكال بروبرتيز أوف ماتيريال أو بخواص الماتيريال. يعني الشافت ده هتعمله من الألمنيوم ولا من الستيل ولا من الكبر ولا هتعمل ألوي. كل الكلام ده هيأثر معاك وانت بتاخد قرار عملية الديزاين. يبقى إذا حمل مثلا لو انت أثرت بقوة مقدارها 50 كيلو نيوتن، هل تأثيرك على الألمنيوم هيكون زي على الستيل؟ أكيد لأ. لذلك لابد في المرحلة الأولى دي نفهم الستريس ونفهم الميكانيكال بروبرتيز اوف ماتيريال. ده أول ستيب ودي أهم ستيب. بعد ما نفهم الستريسز وأنواعها وصورها وناخد فكرة عامة كده عن كيفية حسابها وهي المتطلبات العامة عشان يبقى الاستراكشر عندك محدد وتقدر تتعامل معاه، تاني ستيب موجود عندي هو إن أنا أفهم الفاينيت إيليمنت سولفر بيشتغل إزاي. يعني تعرف هاو الفاينيت إيليمنت سولفر ده بيشتغل إزاي. إذا أنت قدرت تفهم الفاينيت إيليمنت سولفر بيشتغل إزاي، هتقدر تحدد إيه بالضبط المعلومات اللي أنت محتاج تدخلها له وإيه اللي أنت هتحصل عليه. عرفت أهم المعلومات الخاصة بالإنجينيرينج داتا أو بالإنجينيرينج فيلد أو الأكاديميك إنجينيرينج داتا الخاصة بالمجال اللي أنت شغال فيه، وعرفت البرنامج بيشتغل إزاي. آخر خطوة بقى اللي هتلم كل الخطوات اللي فاتت، اللي أنت هتبدأ تخش على برنامج الأنسيز أو الفاينيت إيليمنت سولفر وتبدأ تتعامل معاه بناء على الباك جراوند اللي أنت اتعلمتها في المرحلتين دول. بدون الباك جراوند دي هتدخل على برنامج الأنسيز تطلع أي كلام وملوش أي قيمة ولا ليه معنى. أما إذا أنت أتقنت دول، فالكلام اللي هيطلع معاك في برنامج الأنسيز هيكون كلام ليه معنى، كلام مفهوم. هتقدر تحدد إيه بالضبط اللي عندك، مدى دقة الاصطاد اللي عندك، مدى متطلبات العمل اللي موجودة عندك، إيه هي الخطوات اللي أنت محتاج تاخدها. فلذلك هنبدأ في أول مرحلة ناخد خلفية عن الستريس أناليسيز والميكانيكال بروبرتيز اوف ماتيريال، وبعد كده هنتعلم إزاي السوفت وير بيشتغل. والمرحلة التالتة بتاعتنا إن إحنا نبدأ بقى ندخل برنامج الأنسيز وناخد مشاريع كتير وتطبيقات مبنية في الأساس على المعلومات اللي اتكلمنا عنها في الجزئين دول.
أول حاجة نبدأ بتعريفها هي الفورس. الفورس عندي هي منشأ الإجهاد بشكل عام. الفورس دي ممكن تاخد صور كتير، وممكن الفورس دي تتنقل معاك بصور أخرى، سواء كانت فورس أو ممكن تتحول معاك لو كان لها ذراع لمومنت أو تورك أو عزم انحناء زي ما هنشوف فيما بعد. ولكن يهمني جدا إن أنت تبقى عارف إن الفورس دي لما أنت تأثر بأي فورس على ماتيريال معينة، لابد الماتيريال دي يكون لها رد فعل. رد الفعل ده ممكن يكون في شكل حركة للماتيريال، يعني مثلا الكرة دي تتحرك من المكان ده للمكان ده. ولكن إذا كانت الكرة عندك في رد فعل مقابل، القوة دي هتتنقل لديفورميشن أو تشكل هيحصل في الكرة دي. يعني مثلا لو الشخص ده بيدفع والشخص ده بيدفع، القوة اللي بيأثر بها دي والقوة اللي بيأثر بها ده، الكرة مش هتتحرك إلا لو القوة دي زادت عن القوة دي. ولكن طالما F1 بتساوي F2، يبقى تعرف إن في عندك ديفورميشن أو ديفليكشن هيحصل على الكرة دي. وده باختصار قانون نيوتن الثالث، وده من أهم القوانين، أو ممكن تسميه قانون الفعل ورد الفعل. وده بيقول إن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد ليه في الاتجاه. يعني لو أنت اعتبرت دي اف اي بي مساوية للشخص ده بيدفع بيها، تبقى سالب اف بي اي. يبقى إذن لو أنت أثرت بقوة على شافت مثلا متثبت أو بيم متثبتة من الاتجاه ده، شديت بقوة اف 1، لو البيم بتاعك ده اتحرك من مكانه هيبقى لنا كلام تاني. ولكن انا هتعامل في الكورس ده بتاعنا، هنتعامل على الديفورميشنز، او هنتعامل مع البيمز اللي هي محدده استاتيكيا statistically defined. فتفهم فطالما البيم ده ما اتحركش، تعرف ان يبقى عندك F2 مساويه ل F1 في المقدار في المقدار ومضاد لها في الاتجاه، ويحصل عندك اجهاد في البيم ده. وده موضوعنا في رحلتنا في الكورس، ان احنا نجيب الاجهاد اللي في البيم ده. طبعا الفورس ممكن تتحول لتورك زي ما نشوف، او ممكن تتحول لمومنت. ممكن يكونوا التلاتة دول معاك اساسا، وممكن يحصل عندك انتقالات في الكروس سكشن وخلافه. ولكن يهمني جدا ان تبقى عارف ان اذا انت اثرت بقوة فالموضوع ما انتهاش، لا ده الموضوع بدأ، ويبدأ يحصل عندك كور وردود افعال على اللي انت عملته. وزي ما احنا عارفين ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من صورة إلى صورة أخرى. ده قانون بقاء الطاقة اللي كلنا عارفينه. طيب في الحالة بتاعتنا دي، الطاقة اتحولت من صورة لصورة أخرى فين؟ أقول لك الطاقة اللي أنت بذلتها أو الشغل اللي أنت بذلته في شد البيم ده اتحول من صورة طاقة حركية، اتحول لصورة deformation حصل على البيم. لو أنت كان عندك احتراق الوقود ده فعل، فيكون رد الفعل هو حركة الصاروخ. وده مثال برضه، الكرة دي بتخبط في الاتجاه ده، هيتنقل رد الفعل في الكرة التانية تتحرك بنفس الكيفية. طيب ايه هو البريشر؟ البريشر ده بكل بساطة هو ان انت هتاخد الفورس اللي اتكلمنا عنها دي وتطبقها على اريا معينة. فطالما انت طبقت الفورس على اريا معينة، هيكون حاصل قسمة الفورس القوة على المساحة، ده يديك البريشر. وتفهم من كده ان الاريا او الكروس سيكشنال اريا، او بالمعنى الادق الاريا العمودية على اتجاه القوة، بتتناسب عكسيا مع البريشر. يعني مثلا لو افترضنا ان الاخ ده عايز يخبط على الجزء ده في الحالة بتاعتنا دي بحيث يخترق الجدار، لاحظ مساحة المقطع العمودي على اتجاه القوة. يعني انت لو احنا افترضنا ان القوة كده، وافترضنا ان ده مساحة المقطع العمودي والقوة كده، تتوقع كده بالمنطق ان هو اللي هيخترق الجدار؟ هل كرة هل الجزء ده ولا الجزء ده؟ هتلاحظ ان المساحة هنا قليلة، وبالتالي الضغط هيكون كبير، وبالتالي ده اللي هيخترق. وبتفهم من كده ان البريشر هيتناسب عكسيا مع 1/اريا. اذا كل ما زاد الكروس سكشن بتاعك، كل ما الضغط المتولد عندك كان اقل. وبالتالي لو انت عندك ميكانيكال اليمنت بالشكل ده مثلا، ولسبب من الاسباب ما تحملش البريشر، فمن الامور اللي انت ممكن تفكر فيها مبدئيا كده
ان انت تزود الاريا بتاعته بحيث البريشر انديوسد يبقى قليل. بالنسبة للإجهاد، فالإجهاد برضه هيساوي القوة العمودية على مساحة المقطع. ولو انت عندك في الحالة بتاعتنا دي سقف ودي لمبة عادية واصل ما بينهم بحبل، لو انت افترضت ان قطر الحبل ده دي وبالتالي هيساوي 2 في نص القطر، فهتكون الاسترس او سيجما او الاجهاد بيساوي البي على الايه، وفي الايه في الحالة دي باي نق تربيع. وده فري بودي دايجرام. لو انت قطعت الحبل كده هيبقى عندك قوة فعل مقدارها ب وقوة رد فعل مقدارها ب، مساوية لها في المقدار ومضاد لها في الاتجاه. طيب ايه الفرق ما بين البريشر والستريس؟ مبدئيا كده البريشر والستريس ليهم نفس الوحدة لأن هما ليهم نفس القانون. وحدتهم ايه؟ وحدتهم النيوتن لكل متر مربع أو الباسكال. البريشر بيعبر عن الاكسترنال فورس بير يونت اريا. يعني لو انت عندك ميكانيكال اليمنت بالشكل ده بشكل متوازي مستطيلات، سحبت بقوة من الاتجاه ده وقوة من الاتجاه ده، الاكسترنال فورس دي هتنتج عند بريشر بيساوي القوة على الاريا. القوة نفترض ان هي 100 نيوتن على الاريا اللي هي 1/10 متر مربع، تدينا البريشر الناتج بيساوي 1000 باسكال أو نيوتن لكل متر مربع. إذا الشيء اللي هينتج عن الاكسترنال فورس هيكون بنسميه بريشر. أما بقى لو أنت جيت قطعت وخدت كروس سكشن هنا هتلاقي عندك internal فورس أو قوة ردود أفعال مقابلة للقوة اللي أنت أثرت بيها. القوة دي هي اللي هتنتج لك الاسترس أو سيجما اللي هو بيساوي الاف انترنال على الاريا، وبالتالي هتلاقي عندك ستريس متوزع على الكروس سكشن من جوه. ده بشكل بسيط كده لو انت عايز تفرق ما بين البريشر والستريس في الميكانيكال اليمنت اللي موجود عندك. شغلنا هيكون على الستريس، ولكن في حاجة مهمة لابد تاخد بالك منها، ان سواء الستريس او سواء البريشر لا يعتمدوا على طبيعة الماتيريال، ودي من اهم المعلومات. يعني لو انت عندك مكعب بالشكل ده من الستيل أثرت عليه بقوة، مقدار القوة دي 10 كيلو نيوتن، وجبت مكعب تاني من الألمنيوم أثرت عليه بقوة مقدارها 10 كيلو نيوتن برضه، هل الاسترس الناتج في مكعب الستيل هيكون نفس الاسترس الناتج في مكعب الألمنيوم؟ تعال نشوف. الاسترس هنا هيساوي ايه؟ سيجما هيساوي الفورس على الاريا، وسيجما هنا هيساوي الفورس على الاريا. الفورس دي هي نفس الفورس دي والاريا هي نفس الاريا، وبالتالي لو انت قلت دي سيجما واحد ودي سيجما اتنين فانت عندك سيجما واحد هتساوي سيجما اتنين. اذا الاسترس لا يعتمد على طبيعة الماتيريال. طيب هنا في سؤال منطقي، طب انا هلاقي الديفليكشن اللي حصل في مكعب الالومنيوم اكبر بكتير من الديفليكشن اللي حصل او التمدد اللي حصل في مكعب الستيل. الكلام ده حصل نتيجة ايه؟ هنا يظهر معامل جديد طبقا لقانون هوك، ان الاسترس او سيجما بيساوي الايه، المودولس اوف الاستيسيتي في الاسترين في الديفليكشن. السيجما ده الاسترس عارفينه، وبالنسبة للايه ده معامل بيعتمد على خواص الماتيريال. ده اللي هيفرق ما بين الستيل وما بين الألمنيوم. طيب طبيعي جدا ان طالما ده اللي هيفرق بين الستيل وبين الألمنيوم يبقى هيتضرب في حاجة تعبر عن الديفليكشن. اذا الديفليكشن هنعبر عنه في الحالة بتاعتنا دي بالسترين او التمدد. يبقى اذا تاخد بالك ان انت الاسترس لا يعتمد على طبيعة الماتيريال، ولكن في عوامل اخرى منها المودولس اوف الاستيسيتي زي ما هنشوف سواء في التمارين او في برنامج الانسز، ان ده من خواص الماتيريال المهمة جدا ان نكون على دراية بيها. طيب امال الاسترس والبريشر بيعتمدوا على ايه طالما لا يعتمدوا على خواص الماتيريال؟ قالك بيعتمدوا على الجيومتريك بروبرتيز. طب الكلام ده جبناه منين؟ طبيعي جدا الاسترس بيساوي الفورس على الاريا، دي احد قوانين الاسترس. ولكن القانون ده
أو حتى القوانين التانية اللي هنشوفها اللي بتحسب منها الاسترس بكافة أنواعه، هتلاقي إن هي بيعتمد على الجيومتريك بروبرتيز، بيعتمد على الخواص الهندسية. هل مثلا المكعب اللي عندك ده مصمت ولا مجوف؟ ده اللي يبدأ يفرق بقى، الاريا هتبدأ تفرق. هنا ظهر الفرق في اعتمادية الاسترس على الجيومتريك بروبرتيز. تاخد بالك من الجزئية دي، الجيومتريك بروبرتيز ظاهرة معانا في الحالة دي ايه؟ هيكون لها صور أخرى، ولكن مهم جدا تاخد بالك إن الاسترس بيعتمد بشكل أساسي على الشكل الهندسي للجزء اللي عندك، الكروس سيكشن عامل ازاي، سمكه قد ايه، بننتقل من مكان لمكان، شكل الانتقالات ده بيكون عامل ازاي، وهكذا. بالنسبة للانفعال أو الاسترين، ده هو رد الفعل اللي بينتج عنه، أو ممكن تبسط الأمور أكتر من كده وتقول ده ناتج تحول الطاقة. يعني أنت جبت البيم بتاعك أو الشافت وأثرت عليه بقوة، مثبت من اتجاه، شديت بقوة كده، أنت عملت إجهاد للماتيريال. طبيعي جدا الماتيريال نفسها هيكون لها رد فعل ويحصل فيها تشكل. التشكل ده بنعبر عنه بالاسترين أو الانفعال. وفعندنا منحنى لابد نكون على دراية بيه، منحنى الإجهاد والانفعال. المحور الرأسي هو الإجهاد أو الاسترس، والمحور الطولي هو الانفعال. الانفعال أو الأولونجيشن ده بكل بساطة هيساوي مقدار التغير اللي عندك على الطول الكلي. هتلاحظ إن المنحنى ده بنقسمه لمناطق. أول منطقة تبدأ من بداية التحميل لنهايته، المنطقة دي هتلاحظ إن هي خط مستقيم. لو أنت خدت ده هيكون عبارة عن الاسترين وده عبارة عن الاسترس. نهاية الخط المستقيم عندك نقطة، النقطة دي بنسميها اليلد سترينث. النقطة دي بتبدأ بعدها المادة يحصل لها تمدد بشكل كبير عند نفس مقدار القوة. يعني مثلا منحنى الإجهاد الانفعال ده بنقوم بإجراءه عمليا، بنجيب قطعة من الحديد مثلا أو كوميرشال ستيل، وبنثبتها في ماكينة شد من الجهتين، ونبدأ نشد ونشغل الماكينة ونبدأ نسجل قيم الإجهاد والانفعال. يعني مثلا نفترض إن كان عندي إجهاد 600 باسكال، كان عندك استرين بنسبة 2% مثلا على سبيل المثال. إذا عند 600 ميجا باسكال كان الماتيريال حصل لها تمدد بمقدار 2% من طولها الكلي. يعني هي لو كانت 100 مليمتر هتلاقيها 102 مليمتر. لحد هنا الأمور تمام. هتيجي عند اليلد سترينث، هتلاحظ إن مثلا الإجهاد من هنا لهنا أصبح 750. هتنزل هنا هتلاقي الانفعال أصبح مثلا 8%. إذا 600 ميجا باسكال اديتك 2% تمدد، أما 150 ميجا باسكال اللي هي الزيادة من هنا لهنا، في 750 ناقص 600 تديك 150 ميجا باسكال، اديتك 6% تمدد. إذا تاخد بالك إن لحد اليلد سترينث الماتيريال بتاعتك هتظل متماسكة. بعد إجهاد الخضوع أو اليلد سترينث الماتيريال هيبدأ يحصل فيها تشكل سريعا، وتبدأ الماتيريال تتهيأ إن يحصل فيها انهيار. هيفضل الاسترس يزيد 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 لغاية ما نوصل لنقطة هنا. النقطة ده هي أقصى إجهاد أو الألتيميت سترينث تقدر المادة تتحمله. عند النقطة دي هيبدأ يحصل ظواهر. من أهم الظواهر دي ظاهرة السترين هاردنينج. إن أنت هتلاحظ إن الماتيريال بدأ الإجهاد اللي تقدر تتحمله يزيد، بالرغم إن بدأ يحصل فيها ديفليكشن. بعد كده هتبدأ المادة يحصل لها نيكينج معانا بالشكل ده مثلا، لو احنا بنتكلم عن الدكتايل ماتيريال، وتبدأ ويبدأ الإجهاد يقل 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 لغاية لما توصل لمرحلة الفراكشر. إذا هتلاحظ إن أنت برضو عندك زي ما الإجهاد زاد زي ما هو قل فيما بعد، وده اللي بنسميه السبرينج باك،
وده برضه هنتعرض له واحنا شغالين في الأنسys. المنحنى ده أنا عايزه يكون ثابت في دماغك لأن هو يكون مكمل معانا خلال رحلتنا في الكورس. زي ما شفنا في المنحنى اللي فات، فأنا عندي مرحلة بتكون خطية اللي هي المرحلة دي، بيكون خط مستقيم، والمنطقة دي بنسميها الإلاستيك ديفورميشن أو الإلاستيك زون. بيبدأ يحصل فيها إلاستيك ديفورميشن. معناها إيه؟ معناه إذا أنت أثرت على الماتيريال بإجهاد معين هتتمدد تمدد مرن. يعني إيه تمدد مرن؟ يعني بمجرد ما تشيل الحمل بتاعك ده هتسترد أبعادها الأصلية. وفي المنطقة دي اللي بتكون خط مستقيم، العلاقة بين الاسترس والسترين، هتلاحظ إن الاسترس بيتناسب مع السترين، سيجما تتناسب طرديا مع الإبسلون، فطبيعي إن السيجما هتساوي ثابت في الإبسلون، والثابت ده من القانون ده هيساوي السيجما على الإبسلون، ده اليانجز مودولس أو المودولس أوف إلاستيسيتي، وده بيكون أحد الخواص المميزة للمادة. يعني الستيل هتلاقي ليه E، والألمنيوم هتلاقي ليه E، الكبر هتلاقي ليه E. إذا المنطقة دي ممكن تشبه الماتيريال بتاعتك إن هي سوستة، هتضغط عليها أو هتشدها، بس لما تشيل الحمل بتاعك هتسترد المادة أبعادها الأصلية. ده طبعا إن شرط اللي أنت لا تتعدى اليلدينج سترينث، لا تتعدى إجهاد الخضوع. طالما أنت تحت إجهاد الخضوع، طالما المادة بتاعتك في الإلاستيك زون أو هيحصل لها إلاستيك ديفورميشن، بمجرد ما تشيل الحمل المادة هتسترد أبعادها الأصلية. بمجرد ما تتخطى اليلدينج سترينث هتبدأ المادة يحصل تشكل في البارتكلز بتاعتها. زي ما احنا عارفين إن الماتيريال بتتكون من سبيس ليتس، بتتكون من جزيئات، بتتكون من بارتكلز ما بينهم روابط. من بعد اليلدينج سترينث إذا أنت شلت الحمل الماتيريال مش هتسترد أبعادها الأصلية، ولكن هيحصل فيها تشكل دائم هيكون مرافق للمادة دي إلى حين إن أنت تبدأ تعمل لها معالجات أخرى. يعني مثلا لو احنا البيم دي مثبتينها بالطريقة دي وفضلنا نضغط وزودنا الضغط لغاية أما عدينا اليلدينج سترينث سيجما يلد، هتشيل الحمل بتاعك هتلاحظ إن الماتيريال مازالت متشكلة. فتاخد بالك معنى البلاستيك ديفورميشن، وده الحاجة إن أنت كمصمم لابد تتجنبها، لأن في الإلاستيك ديفورميشن أي ماتيريال معرض إن يحصل له إلاستيك ديفورميشن، ولكن إذا أنت شلت الحمل هتفضل الجزء بتاعك يأدي وظيفته. أما إذا حصل فيه تشكل دائم، ففي كتير من التطبيقات بنعتبر التشكل الدائم ده نوع من أنواع الفشل، وبيعبر لك إن الماتيريال بتاعتك أو المنتج بتاعك غير صالح للاستخدام. وزي ما احنا شايفين stress removed plastic deformation remains. حتى لو شلت الستريس، يعني احنا هنا اهو لغينا الستريس، ايه اللي حصل؟ حصل سبرينج باك. حصل ايه؟ سبرينج باك. السبرينج باك ده عمل لك تشكل دائم بلاستيك سترين، المادة مفيش عليها أحمال ولكن مازال التشكل أو التمدد حاصل فيه. قبل ما نبدأ ندخل لبرنامج الأنسز ونتعامل مع اللودز المختلفة، لابد نفهم أنواع اللودز. الأحمال عندي كتيرة ومتنوعة. أول نوع من أنواع الأحمال ده عبارة عن أكسيال فورس. الأكسيال فورس ده عبارة عن قوة. القوة دي ممكن تكون شد تنشيل فورس أو ممكن تكون ضغط كومبريسيف فورس. بيميزها إيه؟ إن هي بتأثر على أكسس البارت عندك، ده الأكسس. إذا القوة بتأثر في المحور دي بنسميها أكسيال فورس. طيب إذا القوة بتاعتك دي كانت بتأثر عمودية على المحور دي بنسميها شير فورس أو قوة قص. القوة القص دي ممكن تكون قوة واحدة، أو بمعنى أصح concentrated load حمل مركز، أو ممكن تكون distributed load. الديستريبيوتد لود ده حمل موزع. يعني لو انت عندك بيم وحطيت عليها اي جزء بالشكل ده مكعب مثلا، طبيعي ان الحمل بتاعه هيكون متوزع على القاعدة اللي هو عليها. الديستريبيوتد لود ده ممكن يكون موزع بشكل منتظم يونيفورمال ديستريبيوتد، او ممكن يكون واخد اشكال اخرى نون يونيفورمال ديستريبيوتد، بمعنى ان الحمل هنا لا يساوي الحمل هنا.
بإذا تاخد بالك إن الحمل عندك يا إما concentrated مركز يا إما distributed، وده الفرق ما بين الأكسيال فورس والشير فورس. يعني لو أنت اعتبرت الأسطوانة ده عندك هي المكون، إذا أنت سحبتها من الاتجاه ده ومثبت من الاتجاه ده مثلا، ده هنعتبره أكسيال لود في نفس اتجاه الأكس أو المحور. أما إذا أنت كنت عمودي عليه فده تعتبر شير فورس. تالت نوع عندي من اللودز التورك، وده بكل بساطة ممكن تعبر عنه إن أنت بتعصر الميكانيكال إلمنت اللي عندك. يعني أنت مأثرت بقوة كده أو بعزم كده، طبيعي جدا يكون عندك عزم مضاد ليه، لأن احنا قلنا شغالين الاستراكشر اللي عندي هيكون مثبت أو هيكون statically defined. فطبيعي إن أنت يحصل عندك عصر أو لي للمكون اللي عندك. torque is a moment about the shaft أو or beam axis which causes twist، بيعمل twist بيعمل لي، or torsion أو بيعمل عصر in a member as shown، بتعمل عصر للمنتج أو للإليمنت اللي عندك. رابع نوع عندك من اللودز البندنج مومنت، وده إن أنت بتطبق قوة أو بتطبق عزوم انحناء، بتعمل انحناء في البارت اللي عندك. bending moment is a moment around a line، بس تاخد بالك إن هو في الحالة دي عمودي على الأكسس perpendicular to the beam axis which causes bending of that axis as shown. يبقى أنت هنا بتعصر أو بتعمل لي، أما أنت في الحالة بتعمل عزم انحناء على البيم، يبقى ده عزم لي، أما ده في الحالة دي عزم انحناء. الأنيميشن ده بيوضح لنا بشكل أكتر الأحمال اللي اتكلمنا عنها. ده التنشن، إن أنت بتشد البارت بتاعك في اتجاه المحور، ده الكومبريشن بتضغطه في اتجاه المحور، ده الشيرنج أو القص إن أنت عمودي على المحور، ده التورشن أو اللي أو العصر زي ما أنت ملاحظ إن هو بيعمل لي للإليمنت اللي عنده، وده البندنج إن أنت بتكون عمودي على الأكسس وبتعمل له انحناء، ده الباكلينج، وده في حالة لما يكون العنصر عندك أو كومبوننت طوله كبير مقارنة بنص قطره أو بالكروس سكشنال اريا بتاعته. بعد ما عرفنا أنواع الأحمال، مهم جدا نعرف أنواع السبورتس اللي موجودة عندك. يعني أنت عندك هتطبق أحمال، فطبيعي المنتج أو العنصر أو الكومبوننت أو الميكانيكال إليمنت اللي أنت هتطبق عليه الأحمال ده طبيعي جدا يكون ليه نقاط تثبيت زي اللي احنا شايفينها في الصورة دي. يهمني جدا إن أنت تكون عارف كل نقطة تثبيت بينتج عنها إيه. طيب احنا قلنا هيكون عندي فعل ورد فعل، القوة بتاعتك دي فعل، طب رد الفعل هينتج فين؟ هينتج عندك فين؟ عند السبورت، هي اللي هتشيل الحمل، هي اللي هتديك رد الفعل. أنواع السبورت عندي كتيرة، دي أشهر أنواع اللي هتقابلنا. أول نوع عندك اللي هو الكابل، ده بكل بساطة إن أنت الإليمنت عندك ربطه في نقطة ثابتة. أنا يهمني إيه؟ يهمني اللي هينتج لما أجي أعمل تحليل للقوى المختلفة اللي موجودة في السبورت. هتلاحظ في الحالة دي إن أنت عندك فوق قوة وزاوية، القوة هتأثر في اتجاه الحبل أو اتجاه الكابل، يبقى أنت كده في الحالة دي عندك مجهول واحد اللي هو القوة اللي عندك، يبقى one unknown اللي هو الفورس. ممكن يكون عندك رولر، ولو كان عندك رولر هينتج عنها قوة ممسية، القوة الممسية دي عبارة عن F هتؤثر في اتجاه البيم أو اتجاه الجزء اللي انت ثابت عليه. طبعا هو في جزء هنا مخفي يعبر عن الحمل اللي عندك أيا كان شكله بقى. يبقى أنا عندي كده مجهول واحد، يبقى تعرف لو انت عندك رولر وجيت تعمل تحليل يبقى هتبقى عندك قوة واحدة. تاني حاجة إن أنت هيكون عندك سموث سبورت بالشكل ده، وبرضه يكون عندك مجهول واحد، والقوة هتعمل زاوية مع العمودي على اتجاه البيم. بعد كده عندي الاكسترنال بن ده من أشهر الحاجات اللي هتقابلنا ومن أكتر الحاجات المستخدمة زي اللي معانا في الصورة ده عبارة عن بن. البن ده في الحالة دي بيكون عندي مجهولين، بنفرض مجهول في اتجاه الإكس ومجهول في اتجاه الواي ونبدأ نحل المسألة بتاعتنا. يبقى عندك مجهولين. عندك الانترنال بن بنفس الكيفية، يكون عندك مجهولين. بعد كده هيكون عندك فيكسد سبورت، وده هينتج عنها
قوتين وعزم انحناء مومنت اف اكس اف واي ام. مهم جدا نركز على البن ونركز على الفيكسد سبورت دي لان دي من اكثر التطبيقات انتشارا. موضوع البيمز، لما نقول بيم في الكورس بتاعنا ده هي بالنسبة لنا كلمة جنرال، يعني ممكن نعبر عن فرش الماكينة ده، يعني الجزء ده من الجزء ده ممكن اتعامل معاه كأنه بيم. ممكن اتعامل مع السكرو بتاع المخرطة ده او الجزء اللي انت مستند عليه ده ممكن اتعامل معاه في بعض التطبيقات كأنه بيم. فكلمة بيم معانا هنا كلمة عامة ممكن نطبقها على مجموعة من الميكانيكال إليمنتس المختلفة، يعني ممكن أعتبر الجزء المتحمل ده أتعامل معاه كأنه بيم. فكلمة بيم ليها أكتر من معنى معانا وليها أكتر من تطبيق، ما نقصدهاش المعنى القاصر على كلمة بيم. يعني مثلا ده ممكن تعتبرها بيم، فناخد بالنا من الجزئية دي. تصنيفات البيمز عندك كتيرة ومختلفة، دي أشهر أنواعها. أول نوع السيمبل سبورتد بيم، وده عبارة عن بيم بنكون مثبتينه من طرفين، ممكن يكون الحمل عليه concentrated أو ممكن الحمل يكون عليه distributed زي ما احنا شايفين بالصورة دي. طيب لو كان التثبيت بتاعك من منطقة واحدة زي ما احنا شايفين كده والحمل عندك بالصورة دي، ده نسميها cantilever beam. أما لو كان الحمل موزع ما بين تو سبورتس وعندك external extension أو امتداد خارجي للبيم، دي بنسميها overhanging beam. لو زودت كمان سبورت بالصورة دي وكملت، يعني طبقت هنا حمل وكملت وطبقت هنا حمل وكملت، دي بنسميها في الحالة دي continuous beam. طيب ليه أنا جايب لك الأنواع دي؟ لأن الأنواع دي أكثر الأنواع انتشارا، وفي بعض المعلومات اللي أنت لابد تكون عارفها عن كل بيم من دول لأنها هتقابلك كتير، فمهم جدا تكون فاهم اسم كل بيم، إمتى تروح للتطبيق بتاعك ده وتسميه كانتليفر بيم، سيمبل سبورتد بيم. كل دول لهم تعامل مختص نظرا لأن هم تطبيقات شائعة، ولكن أنت البيم عندك ممكن يكون بأي شكل أنت عايزه أو بأي عدد من السبورتس اللي أنت عايزه. وفي طرق جنرال زي ما نشوف في باقي الكورس، طرق جنرال للتعامل مع البيمز المختلفة، ولكن ده أشهر الأنواع الدرجة اللي أنت لابد تكون على دراية بصورها وبطريقة تحميلها. بعد كده هنتكلم على الإيكويشن أوف إيكوليبريم، معادلات الاتزان. معادلات الاتزان دي من أهم المعادلات اللي أنت ممكن تستخدمها في حساب القوى اللي مؤثرة عندك على ميكانيكال إليمنت معين. الميكانيكال إليمنت المعين اللي عندي ده لو كان statistically determinate، أي كان محدد استاتيكيا، في الحالة دي أقدر أطبق عليه الثلاث معادلات دي. أول معادلة مجموع القوى في اتجاه x بصفر، تاني معادلة مجموع القوى في اتجاه y بصفر، تالت معادلة مجموع العزوم حوالين نقطة معينة بصفر. يعني ده محور x وده محور y. لو انت عندك تطبيق محدد استاتيكيا يعني البيم عندك مستقر، بإمكانك تستخدم الثلاث معادلات دول في حساب القوى المجهول. يعني تجيب القوى اللي عندك وتجمعهم في محور x بصفر، قوة في اتجاه محور واي بصفر، ولو انت خدت العزوم حوالين أي نقطة هيساوي صفر. يبقى for statistically determined beam in which sum of all horizontal and vertical component of plane forces must be zero. يبقى مجموع القوى اللي عندك سواء كانت في الاتجاه الأفقي أو في الاتجاه الرأسي في نفس المستوى لابد تساوي صفر. وكذلك مجموع العزوم المومنت summation of moment، مجموع عزوم كل القوى حوالين محور عمودي على المستوى ده لابد برضه يساوي صفر. ده امتى؟ لو كان الاستراكشر بتاعك statistically determinate. تعال نشوف مع بعض المثال ده بيقول ايه وهنبدأ نتعامل معاه ازاي. find the reaction at supports for a simple beam loaded as shown. يبقى ده عبارة عن بيم حمله بالطريقة دي وعايزني ردود الأفعال عند السبورت ده والسبورت ده. أول حاجة أنا عندي مومنت عند النقطة B، المومنت ده مقداره 1 كيلو نيوتن في متر، وعندي concentrated load مقداره 3 كيلو نيوتن عند C، وعندي قوة مقدارها جذر 2 كيلو نيوتن عندي ايه تميل بزاوية 45. مبدئيا كده لابد ان انا احلل القوة المايلة دي، احولها قوة في اتجاه محور واي وقوة في اتجاه محور اكس. القوة اللي في اتجاه محور اكس هتساوي جذر 2 في كوزين
45، والقوة اللي في اتجاه الواي هتكون جذر 2 في ساين 45، زي ما احنا عارفين إن الكوزاين بتكون في اتجاه الزاوية. كده بقت كل القوى اللي عندك في اتجاه إكس في اتجاه واي بكل بساطة هتشوف ردود الأفعال هنا وردود الأفعال هنا، وتبدأ تطبق معادلات الاتزان. سمشن الفورسز في اتجاه إكس هيساوي 0، وسمشن الفورسز في اتجاه واي هيساوي 0، ومجموع الحزوم حوالين أي نقطة هيساوي 0. تعالوا نشوف الحل. أول حاجة أهو احنا حلينا المسألة، طلع عندي دي المركبة في اتجاه إكس ودي المركبة في اتجاه واي لما ضربنا في كوزين 45 وزين 45، وعند ردود الأفعال ار دي واي نتيجة للسبورت اللي عندك ده، والرولر سبورت بيكون عنده رد فعل واحد عمودي على البيم، أما السبورت التاني ده كان عبارة عن عنده ردين فعل. تعال نرجع للسبورتات. هتلاحظ إن في الحالة دي ده عبارة عن رولر سبورت كان عنده رد فعل واحد، أما في الحالة بتاعتنا دي عبارة عن اكسترنال بن فكان عنده قوتين. إذا ده اتعاملنا معاه كأنه اكسترنال بن أو انترنال بن مش تفرق، ورمزنا له بالرمز ده، وبالتالي كان عندي قوتين رد فعل. أما ده واضح جدا إن ده رولر، وبالتالي كان عندك قوة رد فعل واحدة. يبقى أنت في الحالة دي عندك 3 معادلات اللي قلنا عليهم، لابد يكون عندي على الأكثر 3 مجاهيل، لأن زي ما احنا عارفين عشان أقدر أحل المعادلات أو عشان أقول على السيستم اللي قدامي ده إن هو محدد استاتيكيا، لابد يكون عدد المعادلات number of equations بيساوي عدد المجاهيل الأنون. فلابد أكبر عدد من المجاهيل عندي هنا يكون 3. طب تعال نشوف كده. ده أول مجهول، ده تاني مجهول، ده تالت مجهول. إذا المسألة دي ينفع تتحل لأن عدد المعادلات بيساوي عدد المجاهيل. تعالى كده نشوف. هتلاحظ إن أنت عندك ال RAX في الاتجاه ده، ال RAX في اتجاه محور X، وعندك الواحد كيلو نيوتن في اتجاه محور X. فلما أقول إن ده فاحنا فرضنا هنا إن ده الاتجاه الموجب لمحور X، وبالتالي RAX هتكون موجب والواحد هيكون سالب، وبالتالي RAX اتعرفت بالنسبة لي. بعد كده هناخد العزوم حوالين النقطة A. لما نيجي ناخد العزوم حوالين النقطة A هتلاحظ إن ردين الفعل الخاصين بالنقطة هيطيروا، يبقى ال RAX وال RAY مش هيكون لهم عزوم. أمال هيكون في عزوم لمين؟ هيكون في عزوم لكل القوى باستثناء بما فيها الأرض إكس. فإحنا هنفرض إن الاتجاه ده موجب، اتجاه عقارب الساعة موجب، ونبدأ ناخد العزوم. تعالى نشوف هناخد العزوم إزاي. أول حاجة ده عندك عزم جاهز أهو، خده زي ما هو بمقدار 1 كيلو نيوتن، وبعدين القوة ده هيكون لها عزم عبارة عن 3 كيلو نيوتن في الذراع بتاعها اللي هو 2، 3 كيلو نيوتن في 2. بعد كده عندك القوة دي اللي هي الار دي واي في الذراع بتاعها اللي هو 2.5 بس في اتجاهها سالب، ار دي واي في 2.5 سالب. بتبقى عندك قوة أخيرة اللي هي مقدارها 1 كيلو نيوتن في الذراع الكلي اللي هو عبارة عن 3.5. أما القوة دي فتقع على نفس خط عمل النقطة، وبالتالي مش هيكون لها عزوم، لأن لو النقطة عندك القوة بتاعتك مرت خلالها أو تقع على خط عملها هيكون المومنت بتاعها بزيرو، لأن الذراع بتاعها بزيرو. نروح ناخد مجموع القوة حوالين محور واي بصفر. عندك ال RAY دي المجهولة، وعندك ال RD معلومة، وبقية القوة 3 1، وبالتالي جبت ال RAY تطلع معاك بسالب. الإشارة السالبة تعني إن الاتجاه الصحيح لل AY في عكس الاتجاه المفروض، يعني ده اتجاه ال RAY. إذا مجموع القوى في اتجاه محور Y عندك القوة دي ال RAY بإشارتها الموجبة، وتاخد دي بالسالب ودي بالسالب ودي تاخدها بالموجب، هيطلع عندك ال RAY بالقيمة دي. The negative sign indicates the vertical direction at A is the positive direction of the proposed one. لو انت فرض قيمة لأي مجهول عندك، طبعا القوة موجب، لو طلعت معاك بإشارة سالبة تعني الاتجاه الصحيح هيكون عكس الاتجاه المفروض. إذا كده جبنا المجاهيل أو ردود الأفعال، جبنا ال RAX وال RAY وال RD.
ده مثال تاني هنتعامل معاه بنفس الكيفية، ولكن في الحالة دي عندي distributed load. هتعامل ازاي مع الdistributed load ده؟ عشان نقدر نتعامل مع الdistributed load هنحوله ل concentrated load من خلال إيجاد مساحة المثلث. إذا أنت جبت مساحة المثلث ده هيكون عبارة عن concentrated load بيأثر في نقطة تلاقي متوسطات المثلث، وتبدأ تتعامل معاها بشكل بسيط زي ما شفنا. هتفصل من الجزء ده، بس تاخد بالك إن الجزء ده عبارة عن fixed support، وبالتالي هيكون عندك 3 مجاهيل، مجهول في اتجاه الإكس ومجهول في اتجاه الواي بالإضافة للمومنت. تعال نشوف هنتعامل معاه ازاي. زي ما احنا شايفين لما فصلنا بقى عندي RAX ده أول رد فعل في اتجاه X، RAY أول رد فعل في اتجاه الواي بالإضافة للمومنت عند النقطة A. طيب الاتجاهات اللي احنا فارضينها دي بإمكانك تفرض اتجاهات غيرها، ولكن الاتجاه اللي انت تفرضه تفضل ثابت عليه لنهاية المسألة. طيب لو سمحت كده شوف لي عندك كام مجهول، 1 2 3. إذا معادلات الاتزان هتقدر تحللي البروبلم اللي عندي دي. أول حاجة تعالى ناخد مجموع القوى في اتجاه إكس بزيرو. تعالى كده محور إكس عندي فيه كام قوة، هتلاحظ إن أنت ما عندكش إلا الار إكس، يبقى الار إكس هتساوي صفر. تعالى نفرض إن ده اتجاه الموجب لفوق، فهتلاحظ إن أنت الحمل عندك لتحت فيكون بالسالب، عبارة عن نص في القاعدة اللي هي ال في الارتفاع اللي هو دبليو نود. يبقى أنا كده حولته لكونسنتريتد لود زائد الار اي واي اللي في اتجاه الموجب. يبقى أنت كده عرفت الار اي واي بتساوي ال في دبليو نود على الاتنين. ال معلومة لأن ده طول البيم، والدبليو نود معلومة لأن ده الحمل المؤثر. دول ممكن يديهم لك بقيم معينة أو يديهم لك برموز، ولكن تبقى عارف إن الرموز دي بالنسبة لك معلومة. خد العزوم حوالين النقطة A، وبالتالي ردود الفعل حواليها هتطير مش هتبقى موجودة. هيبقى عندك قوة الوزن أو قوة الحمل الموزع ده اللي هي نص في القاعدة في الارتفاع. فرضنا الاتجاه الموجب في عكس اتجاه عقارب الساعة، وبالتالي الحمل بتاعك ده في اتجاه عقارب الساعة فيبقى بالسالب في الذراع بتاعه اللي هو ال على 3 ناقص المومنت اللي عندك ده المعلوم الام ايه، وبالتالي الام ايه جبناها في الطرف التاني بقت بقيمة معلومة بتساوي سالب دبليو نود ال تربيع على 6. ده معناه ايه؟ معناه ان الاتجاه الصحيح للام ايه عكس الاتجاه اللي احنا فرضناه ده اللي هو الاتجاه ده. يبقى اذا الار اكس معلومة والار اي واي معلومة والام ايه معلومة. من اهم الامور اللي لابد نكون على دراية بيها هي الفريمز. طيب ليه الفريمز من اهم الامور ان احنا لابد نعرفها؟ لأن أي ميكانيكال اسمبل عندك أو أي تطبيق عندك في الغالب هتلاقي الفريمز دي موجودة فيها. فتعالى مع بعض نشوف إيه أهم المعلومات اللي إحنا محتاجين نعرفها عن الفريم. مبدئيا كده تعالى نعرف يعني إيه فريم. الفريمز are structures with at least one multi-force member. يعني عشان تقول على الجزء اللي قدامك ده إن هو مكون من فريمز، لابد يكون عندك one multi-force member. يعني إيه one multi-force member؟ يعني at least one member has three or more forces acting on it at different point. يعني لابد يكون عندك 3 قوى أو أكتر بتأثر عليه في اتجاهات مختلفة. طيب تعال ناخد معلومة كده مهمة جدا عن الفريمز. أول حاجة الفريم اللي معاك في الصورة ده مكون من 3 members، 1 2 3. يبقى الفريم متكون من 3 أجزاء رئيسية، كل جزء منهم هنسميه ممبر. لابد يكون ممبر واحد منهم على الأقل عليه 3 قوى أو أكتر عشان أقدر أقول عليه فريم. تعالى كده نشوف الممبرز اللي موجودين عندي. هنلاحظ إن الممبرز اللي موجودين عندي ممكن تكون معرضة لقوى خارجية أو قوى داخلية. بالنسبة للقوى الخارجية الإكسترنال رياكشنز، يعني أنت أثرت بحمل مقداره W، طبيعي جدا يكون عندك رد فعل في الحبل ده هيحصل فيه شد، وطبيعي جدا يكون عندك ردين فعل على البن اللي موجود تحت ده زي ما اتكلمنا. إذا ده الإكسترنال فورس ده الدبليو، يكون عندك قوة شد وعندك ردين الفعل، رد في اتجاه محور واي ورد في اتجاه محور اكس. عشان اعرف القوة الداخلية لابد افصل،
وتلاحظ حاجة مهمة جدا، إن لما تفصل، لو أنت عندك الممبر بالشكل ده وأنت مثبت من هنا، لابد القوة اللي ناتجة عندك تكون في اتجاه الوصل ما بين نقطتين التثبيت. يعني الممبر ده يعني أنت شديت من قوة وعندك هنا رد فعل مثلا، لابد اتجاه القوة ده يكون على امتداد نقطتين التثبيت. بمعنى، تعال نشوفهم كده ممبر ممبر. تعال نبدأ بالممبر بي اي. بالنسبة للممبر بي اي، هيكون عندك قوة. هل انت عارف اتجاه القوة دي فين؟ بشكل عام مش عارف، ولكن ده عشان فريم قدرنا نعرف ان اتجاه القوة على امتداد نقطتين التثبيت اللي هي النقطة دي والنقطة دي. فطبيعي جدا يكون عندك قوة بي اي اتجاهها كده، وقوة مساوية لها في المقدار ومضادة لها في الاتجاه اللي هي القوة التانية دي. فتاخد بالك. طب افرض كان عندي الممبر بالشكل ده، ودي نقطة التثبيت الأولى ونقطة التثبيت التانية، كان اتجاه القوة فين؟ اتجاه القوة هو الخط اللي هيوصل ما بين النقطتين دول. فتاخد بالك من الجزئية دي. طيب الممبر التاني ده اللي هو السي اف، عندك قوة الوزن. طيب عندك قوة البي اي مأثر عليه هنا، قوة البي اي اللي جاية من تحت دي، بالإضافة لما انت تفك هنا هيكون عندك ردين فعل نتيجة للتحميل على البن ده، سي اكس وسي واي. يبقى ده في الحالة دي عندي قوتين، وفي الحالة دي عندي 4 قوى، وبالتالي عندي 3 قوى أو أكثر، وبالتالي قدرت أقول على ده فريم. كذلك لما فك ده هيكون عندك ال AY وال AX، وعندك ال BE جاي من هنا، وعندك ال CY وال CX، وكذلك ال T. لو أنت بتتعامل مع الممبر ده في الحالة دي عايز تجيب ردود الأفعال الرئيسية، فأنت هتتعامل في ال External Reactions. يعني أنت مش محتاج تفصل إلا في حالة واحدة، لو قال لك وجود لي أو إحنا كنا محتاجين نجيب ردود الأفعال عند A أو عند البي. أما طالما أنا اتعاملت مع الاستراكشر أو مع الفريم بشكل كامل، هيظهر معايا بالصورة دي. مش هيكون عندي ردود أفعال هنا واضحة، ولا ردود أفعال هنا واضحة، ولا هنا واضحة. توضح معايا إمتى؟ لما أبدأ أفصل. طيب أنا هحتاج أفصل إمتى؟ هتحتاج تفصل لما تكون عايز تدرس حاجة معينة عند الإي مثلا، البن اللي عند الإي ده إيه ردود الأفعال عنده. أما إن جنرال، لو أنت اتعاملت معاه ككتلة متماسكة، فهيكون عندك ال W، وهيكون عندك ال T، وهيكون عندك ال X وال AY، وبالتالي دول 3 مجاهيل. ال T ده مجهول، وال AX مجهول، وال AY مجهول، والحمل اللي عندك أكيد هيكون معلوم، وبالتالي تقدر تتعامل معاه. أما إذا أنت فصلت، هتتعامل مع كل ممبر بشكل منفصل. يعني أنا هنا أطبق معادلات الاتزان، سمشن ال FX بتساوي 0، وسمشن ال FY بتساوي 0، وسمشن المومنت بيساوي 0. أقدر أطبقهم هنا لأن عندي 3 مجاهيل، 1 2 3. طيب لو أنا رحت هنا هتطبق معادلات الاتزان على المنبر ده لوحده، وتطبق على المنبر ده لوحده، وعلى المنبر ده لوحده. طالما فصلت هتطبق معادلات الاتزان على كل منبر بشكل منفصل. وطبعا الكلام ده ردود الأفعال ناتجة من قانون نيوتن الثالث اللي اتكلمنا عنه. تعال نشوف المثال اللي معانا ده، نفهم منه ازاي نقدر نتعامل مع الفريم. أول حاجة تعال نقرأ المسألة. بقول إيه؟ عندك 500 كيلو جرام عبارة عن كتلة المحرك ده، 500 كيلو جرام. الكيلو جرام دي وحدة تثاقلية، واحنا في تطبيقاتنا هنشتغل بالوحدات الدولية اللي هي النيوتن. فأنا عايز أحولها لنيوتن، فهضربها في 9.8 اللي هو مقدار عجلة الجاذبية، وبالتالي حولت القوة اللي عندي لنيوتن. Is suspended from the crane boom انفجر، يعني هو معلقه في الكرين زي ما احنا شايفين من النقطة دي، من عند النقطة B. عايز ايه؟ determine the resultant internal loading. يبقى هو عايز ال internal loading acting on the cross section beam at point E. يبقى هو عايز ال internal forces عند البوينت E. والجزء ده بنلجأ له في التصميم واحنا شغالين تصميم، عايزين نتأكد in general كده ان الحمل ده هيكون سيف على البيم. فهاخد نقطة in general وابدأ اطبق عليها. وبرضو امور بالشكل ده هنتعامل معاها في الانسز. يعني في تطبيقات الانسز هتيجي تلاقيني سبت البيم كله كده، وخدت جزئية معينة درست عندها الاسترسز،
بحيث إن أنا أعمل تشيك عند النقطة دي فعلا، إن أنا أتأكد إن التطبيق بتاعي آمن. طيب حاجة زي دي هنتعامل معاها إزاي؟ بكل بساطة هنتعامل مع الفريم بصورة كاملة، نطبق عليه معادلات اتزان. يبقى أنا كده لما اتعاملت معاه بصورة كاملة قدرت أعرف ردود الأفعال هنا وهنا. طيب بعد ما اتعاملت معاه بصورة كاملة هنبدأ نفصله ونتعامل معاه بشكل مستقل. يبقى أول حاجة هنتعامل معاه بشكل مستقل، وبالتالي هاخد مجموع عزوم القوة حوالين A ونفرض إن ده اتجاه الموجة. طيب أول حاجة لما أنت تتعامل معاه بشكل مستقل طبيعي جدا هيكون عندك قوة شد في الاتجاه ده، ويكون عندك ردين فعل هنا. يبقى ده لما أتعامل معاه بشكل مستقل. طيب أنا محتاج أعرف الزاوية دي عشان أقدر أحلل القوة دي، قوة في اتجاه محور واي وقوة في اتجاه محور اكس. طب أنا فرضت ليه الاتجاهات دي كده؟ عادي جدا افرض اتجاهات تانية، بس أهم حاجة تكون ملتزم بيها. طلعت معاك موجبة يبقى أنت فرضك صح، طلعت معاك سالبة يبقى هي في عكس الاتجاه. وهبدأ أحل على الحالة دي. عندي كم مجهول في الحالة دي؟ عندي 3 مجاهيل، اللي هي القوة دي وليكن نسميها اف سي دي. يبقى القوة دي هنسميها اف سي دي. عندك ده 1.5 وده 2. تقدر تجيب الوتر. قدرت تجيب الوتر هتقدر تجيب الساين، تقدر تجيب الكوزاين. فهنجيب الساين والكوزاين. هنلاحظ إن في الحالة بتاعتنا دي إن لو ده 1.5 وده 2، وبالتالي الساين هتكون بتساوي 3/5 والكوزاين هتساوي 4/5. ونبدأ نشتغل. تعال ناخد العزوم حوالين ايه. أول حاجة الاف سي دي اللي هي القوة اللي عندي دي في 3/5 اللي هي القوة الرئيسية دي. يبقى القوة دي هتبقى اف سي دي كوزاين، ولا تبقى اف سي دي ساين في الذراع بتاعها اللي هو 2 متر، ناقص القوة اللي هي 500 اللي هي بتاع الوزن في 9.8 حولناها لنيوتن ونضربها في الذراع بتاعها اللي هو 3 متر. ودي اتجاهها كام؟ اتجاهها في عكس الاتجاه اللي احنا فرضينه، وبالتالي خدناها بالسالب. أما القوة دي في نفس الاتجاه اللي احنا فرضينه العزم بتاعها، وبالتالي أخدناها بالموجب. إذا اف سي دي بقت معلومة عندي بالمقدار ده. بعد كده خد مجموع عزوم القوى في اتجاه اكس وافرض ان ده الاتجاه الموجب، وبالتالي يكون عندك اي اكس ناقص القوة دي اللي هي عبارة عن الاف سي دي في الكوزاين، وبالتالي عندك مجهول واحد اللي هو الاي اكس جبته. خد بنفس الكيفية مجموع عزوم القوة حوالين واي، هيبقى عندك الاي واي اللي هو ده، وعندك مركبة الكوزاين بتاع الاف سي دي، وعندك مركبة الوزن بس في اتجاه سالب بقية الاي واي معلومة. يبقى إذا ردود الأفعال عند النقطة A أصبحت معلومة. وده كان هدفي من إن أنا أتعامل مع الفريم في تجميعته الكاملة، إن أنا أعرف ردود الأفعال هنا. لأن إذا أنا عرفت ردود الأفعال هنا أقدر أفصل وأتعامل. يعني تروح عند النقطة A كده وتفصل وتتعامل مع الجزء ده أو الجزء ده، تتعامل مع الجزء الأسهل. طب في الحالة بتاعتنا دي أي الجزء الأسهل تتعامل معاه؟ الجزء اللي على اليسار ولا الجزء اللي على اليمين؟ بالتأكيد الجزء اللي على اليسار. فتيجي تفصل كده من عند الاستراكشر ده، هنفصله بالصورة دي. طالما فصلت هينتج عندك 3 مركبات رئيسية. ممكن واحدة منهم تساوي صفر مش مشكلة، ولكن انت هتحط ال3 مركبات الرئيسية اللي ممكن تكون موجودة عندك. والله ال3 طلعوا عندك موجودين وليهم قيم، شكرا مفيش مشكلة. طلع حاجة منهم مجهولة برضه مفيش مشكلة. فلما افصل عندي ايه هيكون عندي قوة في اتجاه الواي سميناها في اي، وقوة في اتجاه الاكس سميناها ان اي، وعندك مومنت في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة سميناه ام ايه. برضو الاتجاهات دي انت حر في فرضيتها، ولكن ملزم تمشي على الاتجاه اللي انت فرضت عليه. ودي رد الفعل في اتجاه محور اكس ورد الفعل في اتجاه محور واي اللي حصلنا عليهم من حل الفريم في شكله الكامل. اصبح عندك 3 مجاهيل، وعندنا ال3 معادلات بتوع الاتزان هنطبقهم بنفس الكيفية. هنجيب ال NE وهنجيب ال VE وهنجيب ال ME بنفس الكيفية اللي اشتغلنا بيها هنا.
إذا شفنا إزاي بنقدر نجيب الإجهادات عند نقطة معينة من خلال التعامل مع الفريم في شكله الكامل والتعامل مع كل عنصر بشكل منفصل، وتعرف لما نفصل إيه اللي يحصل. آخر حاجة نتكلم عنها في المحاضرة دي، ودي من أهم النقاط، موضوع الفاكتور اوف سيفتي أو الاف او اس. الفاكتور اوف سيفتي أو معامل الأمان ده رقم من خلاله بتقدر تحدد مدى صلاحية الكومبوننت اللي عندك لأداء وظيفته، أو مدى صلاحيته إن هو يلبي احتياجاتك. بمعنى إيه؟ معظم التطبيقات بتاعتنا لما نكون شغالين المادة بتاعتنا داكتايل ماتيريال، يعني مادة فيها مرونة، اليلد سترينث هو المشكلة بالنسبة لي. لأن لو تخيل معايا، لو أنت عندك ترس، الترس ده حملت عليه حصل فيه تشكل دائم بمقدار نص مليمتر، ده يسبب لك كارثة ويهدر لك باور ويعمل لك مشاكل لا حصر لها. وبالتالي حدوث تشكل دائم بالنسبة لي كأنه فشل. وبالتالي بالنسبة للضغطير ماتيريالز أو المواد المرنة، معامل الأمان هيساوي اليلدنج سترينث، إجهاد الخضوع، مقسوم على الوركينج أور ديزاين سترينث، على الإجهاد اللي أنت مصمم عليه. يعني أنا والله مصمم الشفت ده مثلا يشتل حمل رأسي مثلا بمقدار 20 كيلو نيوتن، ده اللي أنا محتاج الشفت يشتغل عنده، أو اللي أنا مصمم الشفت يتحمله. فهقسم اليلد سترينث على الالوبل سترينث أو الوركينج سترينث. لو المقدار ده سوى 1، تعرف بالضبط إن الماتيريال واقفة عندك على حافة الانهيار. يعني لو حمل زاد بمقدار معين، المادة هتفشل. وبالتالي 1 ده رقم غير مناسب بالنسبة لي. عادة بناخد معامل الأمان ده من 3 وأنت طالع، ممكن مثلا نوصل ل5، بحيث إن أنا أكون ضامن إن لو لأي ظرف من الظروف حصل عندك overloading، الماتيريال بتاعتك هتكون آمنة. يعني أنت صممت هنا، لو زاد معاك الإجهاد لأي طارئ من الأمور، هتبقى تحت اليلدنج سترينث، وبالتالي تبقى أنت في الأمان. يبقى معامل الأمان ده عبارة عن رقم بنختبر بيه مدى دقة أو مدى صلاحية البرط ده لأداء وظيفته، ومدى مقدار الاعتماد عليه. لو أنت بتتعامل مع ضغطية الماتيريال، هيكون عبارة عن اليلد سترينث اللي يهمني. أما في البريت الماتيريال، الجزء أساسا بتاع اليلد سترينث ده ممكن ما يظهرش في بعض البريت الماتيريالز، بيحصل لها فراكشر بشكل سريع حتى من غير ما تشوف الديفليكشن بعينك. وبالتالي هنتعامل مع الالتيميت سترينث أو أقصى إجهاد. وبكده يكون انتهت المحاضرة الأولى. شكرا لحسن استماعكم.